رعب في إسرائيل من قوة الجيش المصري. مصر تغير واقع المنطقة وتفرض رأيها على الجميع. ده مش كلامي ولا كلام الصحافة المصرية، ده كلام الصحافة الإسرائيلية. صحيفة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية هي اللي بتقول الكلام ده في تقرير مطول عن قوة الجيش المصري. الصحافة الإسرائيلية بتقول إن الجيش المصري قادر على دخول صحراء النقب خلال ساعات، لأن القوة الكبيرة للجيش المصري في شبه جزيرة سيناء قادرة على الوصول إلى تل أبيب وإلى صحراء النقب خلال ساعات. والصحافة بتقول إن المصريين بيضحكوا علينا. نتنياهو فرح بالدخول إلى محور فيلادلفيا وخد اللقطة فيه، ومصر قالت له خلاص ادخل براحتك واحنا هندخل الجيش المصري. وعلى الفور مصر دخلت أكتر من 40,000 جندي إلى سيناء. دي زيادة، 40,000 جندي بمعداتهم زيادة إلى سيناء. طبعا بيقولوا إن السيسي ضحك علينا. السيسي في الأول قال إن احنا بندخل الجيش المصري علشان نحارب الإرهاب ونقضي على الإرهاب، ويعني إسرائيل يعني صدقوه. ودي طبعا خدعة استراتيجية كبيرة من الدولة المصرية. وقدر عبد الفتاح السيسي إنه يعمل قواعد حربية كبيرة في سيناء، وقدر يعمل مطارات حربية. حتى ميناء العريش عملوا ميناء حربي طبعا، وعمل منصات صواريخ ما تقدرش إسرائيل حتى لو ضربتها بالنووي إن هي تأثر عليها. وده طبعا مجنن السياسيين الإسرائيليين، مجنن قادة الجيش الإسرائيلي. إزاي مصر عملت كده في الفترة الزمنية ديت؟ وطبعا لما إسرائيل وأمريكا بيضغطوا على مصر بإلغاء المعونة، مصر بتقول لهم أهلا وسهلا بإلغاء المعونة وإحنا هنلغي اتفاقية السلام. مصر بتاخد يا جماعة من أمريكا حوالي مليار وشوية معونات، ما بناخدهاش فلوس. المعونات ديت بناخدها قطع غيار للأسلحة الأمريكية. في الفترة الأخيرة مصر ما اعتمدتش على الأسلحة الأمريكية، مصر نوعت السلاح. مصر جابت من الصين أسلحة متطورة جدا، من كوريا الشمالية، من روسيا، من دول أوروبا. فلما أمريكا بتهدد بإلغاء المعونة، مصر بتقول لها المعونة ما عادتش فارقة معانا، وقطع الغيار للأسلحة الأمريكية اللي عندنا ما عادتش فارقة معانا. وده طبعا يعني مجنن الأمريكان ومجنن الصهاينة. إزاي قدرت مصر إن هي تسلح جيشها وتفرض رأيها وتفرض كلمتها على الجميع في الفترة الحالية؟ يا جماعة لازم نعرف قيمة عبد الفتاح السيسي والجيش المصري. لازم نعرف الجيش المصري عمل ايه. الجيش المصري والرئيس المصري هو اللي قال لا لعبد الفتاح للرئيس الامريكي ترامب. مفيش قائد في العالم كله قدر يقف قدام الامريكان وترامب الا عبد الفتاح السيسي والجيش المصري. وطبعا الجيش المصري بعون الله قادر ان هو يعمل كل حاجة، والرئيس عبد الفتاح السيسي قالها. الجيش اللي عملها مرة في 1973 يقدر يعملها 1000 مرة. وده طبعا رسالة تهديد إلى الصهاينة، إلى الأمريكان. احذروا غضب المصريين، احذروا غضب المصريين. وبالنسبة لسينا فهي أرضي وأنا حر فيها. سينا أرضي وأنا حر فيها، محدش له عندنا حاجة، مفيش تهجير إلى سيناء. الجيش المصري والرئيس المصري بيرسم الخطوط الحمراء اللي حتى الآن لا يستطيع أحد إن هو يتجاوز خط من الخطوط الحمراء اللي رسمها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وإن شاء الله منصورة يا بلادي.